خلاص كفايه سكوت اكتر من كده. اخيرا هقول لكم خسيت ازاي. عشان كل السيرش عندي على تيك توك اسراء نبيل قبل ما تنحف، اسراء نبيل قبل ما تخس. خلاص يا جماعه ده شكلي قبل ما اخس، انا مش مخبيه عليكم. ومش بس كده، في فيديو النهارده هقول لكم كل حاجه. كان وزني قد ايه، بقيت دلوقتي قد ايه، هبقى صريحه قوي، هقول لكم كل الاسرار. وهبتدي على طول دلوقتي حالا باول سر، وهو وزني كان كام قبل ما ابدا دايت. بصوا مش عايزه اكون بكدب عليكم، بس انا لما تخنت قوي بطلت اوزن. اي حد تخن قبل كده هيقول لكم في وقت بنوصل كده الوزن مش عايزين نوزن. انا مش عايزه اعرف انا وزني كام، بس اخر مره كنت راضيه ان انا اوزن هو ده كان وزني 65.4، 65 كيلو ونص. طيب دلوقتي بقيت كام؟ عايزاكم تخمنوا في الكومنتس، حاسين دلوقتي بقيت كام كيلو؟ بس ما تغشوش، هقول دلوقتي انا الحمد لله دلوقتي 47 كيلو الحمد لله. اخيرا قبل ما تحسوا انه 65 كيلو مش كتير، 47 كيلو ده قليل قوي يا جماعه، ده كله بسبب ان انا مش طويله. فبسبب كده ممكن 65 كيلو على بنت تانية طويله يكون مناسب جدا ليها وتكون كمان رفيعه، بس انا بالنسبه لطولي الرقم ده كان كبير قوي 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 عليا، كان موصلني ان انا اوفر ويت تقريبا اكتر من اقصى وزن طبيعي ينفع جسمي يبقى عليه ب6 كيلو. فعشان كده عايزه اقول لكم ما تقارنوش وزنكم بوزني، عشان ممكن جدا تكونوا انتوا اطول، فمن الطبيعي ان وزنكم المثالي يكون اكبر من الوزن بتاعي، ودي حاجه طبيعيه جدا. كلنا اشكالنا مختلفه، اوزاننا مختلفه، اطوالنا مختلفه. فتقريبا كده انا خسيت 18 كيلو. 18 كيلو على حد مش طويل زيي ده رقم كبير قوي. انا خسيت تقريبا تلت جسمي. وصراحه الفتره دي من اكتر الفترات اللي انا ملاحظه ان الناس بتتكلم فيها عن الوزن بطريقه مش طبيعيه، فانا النهارده قررت اشارك معاكم كل حاجه. ازاي خسيت، هل استخدمت ابر التنحيف، ايه الاسرار اللي اتعلمتها خلال رحلتي مع الخسسان واللي ممكن تفيدك جدا جدا. حابه اكون صريحه قوي معاكم الفيديو ده، حتى لو كان الكلام مش مريح قوي بالنسبه لي، بس حابه اشارك معاكم تجربتي كامله بحقيقيه بصراحه، عشان خلاص كفايه انه الواحد يخبي مشاعره ويخبي هو مر بايه ويخبي التنمر اللي حصل له وكل ده عشان ما يطلعش قدام الناس شكله وحش او يبقى مكسوف يعبر عن نفسه. انا قررت النهارده ان انا هعبر عن نفسي، هقول كل حاجه بصراحه، عشان عارفه انه ناس كتير من اللي بتتفرج عليا بتمر بكل حاجه انا مريت بيها ومحتاجين يعرفوا ان هم مش لوحدهم. وانا نفسي دلوقتي لو انتوا بتمروا بنفس الظروف اللي انا مريت بيها ان انتوا تسمعوا تجربتي وتتعلموا منها وما ترتكبوش نفس الاخطاء اللي انا عملتها. بجد بالنسبه لي انتوا زي اخواتي، فلو هقدر احمي اي حد فيكم من ان هو يعدي باللي انا مريت بيه بجد انتوا مش متخيلين ده هيفرق في حياتي ازاي. اول حاجه وعلى ما اعتقد انتوا عارفين، انا كنت طفله رفيعه قوي. ده ما كانش سهل. عارفه انه دايما بتتكلموا عن الزياده في الوزن والتنمر اللي بيجي للناس اللي زايده في الوزن، بس بحس ناس قليله قوي اللي بتتكلم عن النحافه او الناس اللي وزنها اقل من الطبيعي، واللي انا كنت واحده منهم. طبعا الصور واضحه قوي. ده خلاني اتعرض لتنمر كان بجد انا ما كنتش مصدقه التنمر اللي انا كنت بتعرض له. كنت مفكره ان انا طبيعيه، كنت مفكره ان انا كفايه، والمفروض ان انا كنت كفايه، انا كنت طبيعيه، بس ما كانش حد من اللي حواليا شايف ان انا طبيعيه. ده كان طبيعه جسمي، انا كنت طفله رفيعه، ربنا خلقني كده. فتعرضت لكل الجمل اللي ممكن تتقال لطفل رفيع. انتوا بتكلموا طفل، ازاي بتقولوا له حاجات عن جسم هو مش فاهم؟ الطفله الصغيره دي كل اللي تعرفه ان هي بتاكل لما تجوع وبتوقف لما بتشبع وبتلعب وبتذاكر وعايشه حياتها والدنيا تمام وصحتها كويسه. ايه لازمه الكومنتس بتاعت هي مامتك كلت اكلك، هو انت ما بتاكليش، هو انت عيانه، انت لازم تكشفي عند دكتور، هو انت عندك حاجه ليه؟ كل الكلام ده كان دايما بيتقال لي، مع العلم ان انا في بيتنا ماما وبابا ما كانوش بيقولوا لي خالص انت رفيعه او انت شكلك في حاجه غريبه. كل الكلام ده كنت بواجهه بره البيت، فانا ما كنتش فاهمه انا كويسه ولا انا وحشه، ولو عايزه اغير جسمي اغيره ازاي. وللاسف بعد ما كان علاقتي بالاكل كويسه انا دمرتها بنفسي بعد كل التعليقات اللي انا سمعتها. اللي عملته ان انا في يوم من الايام رجعت من المدرسه، دخلت على ماما انا قررت اتخن. ماما ساعتها ما عرفتش تقول لي ايه، هي كانت عارفه قد ايه التنمر اللي كان بيتقال لي كل يوم كان بيضايقني، فقالت لي ماشي خلاص هساعدك تتخني بس بطريقه صحيه. بدات اخد سندوتشات اكتر على المدرسه. اول لما ارجع من المدرسه ماما تكون عامله لي وجبه قبل الغداء، اتغدى كميه اكبر من اللي انا كنت بتغداها، وفضلت اعمل كده لحد ما مش بس تخنت قوي، بوظت علاقتي كلها بالاكل، بقيت باكل كميات كبيره، وتحولت مشكلتي من ان انا عايزه اتخن لان انا عايزه اخس، مع انه في الحقيقه انا ما كانش عندي مشكله اصلا. لو كانت الناس سابتني في حالي ما كانش هيبقى عندي اي مشكله. عشان كده دي اول رساله عايزه اقولها لكم،
ارجوكوا ارجوكوا ما تسيبوش اي حد يعلق على جسمكوا، ما تسمعوهوش، سدوا ودانكوا، اعملوا اي حاجه غير ان انتوا تسمعوا للاشخاص دي. انا اسفه حسن انا انفعلت، بس والله انا متضايقه. فسواء الناس بتقول لكم وزنكوا اقل من الطبيعي او وزنكوا اعلى من الطبيعي، ما تسمعوهمش، دي حاجه انتوا اللي تحددوها، انتوا الوحيدين اللي قادرين تعرفوا اذا كان انتوا فعلا محتاجين تاكلوا اكتر، فعلا حاسين ان انتوا ضعاف او هزال ومحتاجين تهتموا بصحتكم مش بوزنكم، ولا انتوا عايزين تخسروا وزن. انما كلام اللي حوالينا مش بيحدد ابدا 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 تحت اي ظرف من الظروف احنا المفروض نعمل ايه. اي قرار ناخده يكون نابع من جوانا، مش تحت تاثير تذمر اتعرضنا له من الناس، عشان ساعتها هنخس او هنتخن عشان بنكره جسمنا مش عشان بنحبه وعايزينه يبقى احسن. حبيت اوصل الرساله دي قبل ما اتكلم عن الخساره في الوزن، عشان برضو النحافه هو موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه. ومن هنا بدات رحلتي مع زياده الوزن. اكل، اتخن، احرم نفسي، اخس، اتضايق ان انا حرمت نفسي، اكل اكتر، ارجع اتخن تاني، وهي نفس الدايره اللي انا عماله الف فيها. عايزه اقول لكم ان انا زمان لما كنت بخس اقل وزن وصلت له كان 53 52 كيلو، ما كنتش بعرف ابدا ابدا اقل عن 52 كيلو. فكوني ان انا وصلت المره دي ل 47 كيلو، وده وزن صحي جدا ليا، مش قليل عليا خالص. ان انا اكون بعمل كده لاول مره اكد لي انه دي المره الوحيده في حياتي اللي انا خسيت فيها صح. دي اول مره اعرف اخسر وزن وافضل استمر في ان انا اخسره لحد ما بجد وصلت الوزن اللي انا عايزاه. السؤال الاهم واللي اكيد بيدور في دماغكم دلوقتي، اسراء قولي الحقيقه، هل اخدتي ابر التنحيف او التخسيس؟ الاجابه لا لا لا. ومش بقول كده عشان اقول لكم انا خسيت بالاراده والناس اللي خدت ابر التنحيف ما عندهمش اراده، ده كلام غبي. اي حد بيخس باي طريقه ممكنه هو شخص عنده اراده وقرر ان هو يحرم نفسه من حاجات كتير قوي ويبطل عادات الاكل السيئه اللي كان بيعملها ويروح يعمل لايف ستايل صحي. فجماعه انا مش جايه اقلل من اي حد خس بالتكميم او خس بابر التنحيف، لانه بجد بجد تعبهم زي تعب الناس اللي خست عادي بالظبط، يمكن اكتر. فانا بجد بحترم اي حد مر بتجربه خساره الوزن ايا كانت الطريقه اللي هو اتبعها. الطريقه اللي كانت مناسبه ليا ان انا اغير اكلي واعمل رياضه، عشان انا كان هدفي ان انا اغير علاقتي بالاكل عامه، مش ان انا اخسر وزن. كنت عايزه اخسر وزن وهدفي في الاخر ان انا اخس وشكلي يبقى احسن، بس كان اهم حاجه ان انا اخرج من العلاقه السامه بتاعتي اللي كانت مع الاكل، عشان بجد كانت علاقه سامه. فايه هي اول حاجه واهم حاجه عملتها عشان اخس؟ ان انا ما عملتش اي حاجه كنت بعملها قبل كده. اي طريقه كنت بخس بيها قبل كده منعتها. فطار 4 معالق فول وخياره، وغدا ربع فرخه وطبق سلطه، والعشاء علبه زبادي ومعصور عليها ليمونه. شكرا شكرا. الدايت ده واللي اتوزع علينا كلنا في مرحله ما من حياتنا هو السبب ان احنا عمرنا ما وصلنا لوزننا المثالي، عمرنا ما هنعرف نخس طول ما احنا جعانين. ده مش دايت، ده تجويع. لو حد هيطلع لي دلوقتي ويقول لي هو ده نظام الدايت، انت بتشجعي الناس ان هم ياكلوا زياده، بليز ما تعلقش، ماليش دعوه. انت انصح الناس ان هم ياكلوا كده، انا مش عايزه، انا بحكي تجربتي، انا مش دكتوره تغذيه، انا صيدلانيه وبحكي تجربتي. عايزين تعملوا الدايت ده وتجوعوا براحتكم، جوعوا، انا مش عايزه اجوع. اول قرار اخدته في الدايت الجديد ده ان انا مش هجوع. اي حد هيكتب لي على نظام يخليني موجوعه وجعانه طول اليوم ومش مركزه ومهبطه ودايخه مش عايزاه. وبمجرد ما خدت القرار ده كل حاجه اتغيرت. انا كنت مفكره ان انا لازم اجوع عشان اخس، وده السبب اللي كان بيخليني اكل كميات اكبر من اللي انا محتاجاها، لان انا مقتنعه انه عشان اخس لازم اجوع. فخلاص انا مش عايزه اجوع وكارهه الجوع قوي وخايفه منه لانه شعور بيوجع، فانا هعمل العكس تماما. انا هفضل اكل وهفضل شبعانه وهتخن ومش فارقه معايا، عشان انا مش هعمل الدايت بتاعكم ده. بس المره دي اللي اختلف ان انا قررت اقطع ورقه الدايت دي واعمل دايت لنفسي. طيب ازاي نعمل دايت ونخسر وزن من غير ما نجوع؟ ان انا دورت على ايه هو الاكل الصحي واللي بيشبع، وخليت الاكل ده هو 80% من اكلي، و20% بقى من اكلي هو الاكل اللي انا بحبه بقى، اللي هو المقلي والمسكر والحاجات اللي هي مش صحيه، دخلتها بس بنسبه قليله. ازاي؟ عايزين امثله. وجبه الفطار مثلا، انا بجد ما كنتش عارفه افطر ايه. الفطار كان بالنسبه لي مشكله. ايه الوجبه اللي تعتبر من افضل الاكلات للفطار؟ البيض. ايه المشكله؟ ما بحبش البيض، بكره حاجه اسمها بيض. عملت ايه بقى لما لقيت
لقيت انه في اكله فعلا بتشبع، فعلا مفيده وهتفرق في الدايت بتاعي، بس انا ما بحبهاش، فكرت ازاي احبها. مثلا انا البيض ما بطيقهوش وهو مقلي، كلته وهو مسلوق، عملت ايه بقى عشان احبه؟ حطيت عليه طحينه. لو ناس دلوقتي طلعت قالت لي الطحينه سعراتها عاليه قوي، ازاي انت بتاكليها في الدايت؟ لو من غير معلقه الطحينه اللي هي 70 كالوري مش هقدر اكل البيض المفيد اللي هيشبعني طول اليوم. وفي نفس الوقت الطحينه دي حاجه صحيه، سعراتها بس عاليه، فلو معلقه الطحينه هتخليني كل يوم افطر بيض مسلوق وافضل شبعانه طول اليوم هاكلها. عشان كده مش عايزاكوا تحبكوا الموضوع قوي، ولا الطحينه مش هينفع، مايونيز مش هينفع، لا، فكروا في الصوره الاكبر. لو في مكون معين لو اضفتوه على الاكله المفيده هيخليكوا تاكلوها، كلوها، حطوا المكون وكلوها. يبقى اول حاجه دورت على الاكل الصحي بيشبع وعملته بطريقتي وما اكلتش ابدا اكل انا مش راضيه عن طعمه، ده الاكل الصحي. طب الاكل اللي مش صحي، في اكلات كتير قوي بموت فيها ومش قادره استغنى عنها، عملت ايه؟ دورت لها على بدايل. يعني مثلا انا كنت بحب الفته السوري قوي، دي رز عليها عيش، عليها فراخ، عليها طحينه وزبادي وفوقيها طشه سمنه، انا بعشقها. اعمل ايه؟ ومش هعرف اعيش من غيرها. طب اعمل ايه؟ شلت العيش بقى رز بس، فبدل ما بقى مصدرين للكربوهيدرات بقى مصدر واحد، وبعدين سبت الفراخ زي ما هي والصوص زي ما هو وما حطيتش السمنه في الاخر. سعراتها قلت جدا وفضلت اكلها وفضلت مستمتعه، وده خلاني اكمل في الدايت. من امثله الاكلات اللي مش صحيه اللي انا كنت بحبها قوي واصريت برضو اكلها في الدايت، البرجر. بدل ما اجيبها من المطعم حاطين عليها كميه صوصات غير طبيعيه وعاملينها بكميه زيت مهوله، عملت برجر في البيت بمعلقه زيت صغيره، حطيت عليها كميه صوص محسوبه وبقت دايت. خلاص اكلت برجر اكتر من السعرات بتاعه اليوم العادي، عادي، ايه المشكله؟ بس نفسي في برجر وده هيخليني اكمل في الدايت اكتر واكتر. البيتزا دي كانت مصيبه. عملت ايه؟ جبت عيش التورتيه واستخدمته كعجينه للبيتزا، فبحطها على النار وبحط عليها جبنه وبحط عليها زيتون بقى، فلفل، اي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها، ويا جماعه بيتزا بجد دماغكو مش عارفه، هي مش عارفه انه دي بيتزا فيها 1500 سعره حراريه، طعمها لذيذ، ولا دي حاجه من نفس مكونات البيتزا بس فيها 300 سعره حراريه، فلا دي مش هتعجبني. لا، هتعجبها برضو. احنا بس محتاجين نبذل شويه مجهود زياده عشان صحتنا، والله ما عشان الشكل، والله ما عشان الوزن، المهم هو صحتنا، جسمنا اللي هيشيلنا طول حياتنا، احنا بندخله ايه. وبجد اراهنكم انه مفيش اكله في الحياه تكونوا بتحبوها ما تقدروش تعملوها بطريقه صحيه تكون مثلا فيها ربع السعرات وكمان مش بتضر جسمكم. اللي انا بقوله ده يا جماعه هو المفتاح، هو ده السر. دوروا على اكل صحي عالي في البروتين بيشبع، لو مش بتحبوه حطوا عليه حاجه انتوا بتحبوها وكلوه، ولو بتحبوا اكله مش صحيه شيلوا حاجات منها، مش هتفرق قوي في الطعم بس هتفضل تخليكم تحسوا ان انتوا لسه بتاكلوا الاكل اللي انتوا بتحبوه في الدايت. لو نجحتوا في عمل اول حاجتين اضمن لكم ان انتوا هتخسوا بطريقه صحيه، مش هتكرهوا جسمكم، مش هتكرهوا الاكل، ومش هتدخلوا في علاقه سامه مع الاكل. ثالث حاجه عملتها ان انا اوهمت نفسي ان انا شخصيه بحب الاكل الصحي. انت كدابه اسراء، انت اصلا بتحبي الفرايد تشيكن، بتحبي البيتزا، بتحبي البرجر. انا كده، بس دخلت نفسي شويه في عقليه لا الاكل ده انا مش صحي قوي فافضل اكل صحي اكتر. ما فضلتش افكر في ده اكل بيتخن، بدات افكر ده اكل صحي ومفيد لجسمي وهيغذيه ويديله مغذيات معينه ولا لا. فبدات اعمل نفسي كاني كايلي جينر، لو لا انا الحاجات دي ما اكلهاش، لا انا نوع الاكل ده مش صحي على بشرتي، مش صحي لجسمي. بدات اقنع نفسي ان انا شخصيه بتاخد بالها جدا من صحتها، مع اني كنت جدا جدا زايده في الوزن، جدا جدا مش مهتميه بصحتي، بس بدات اقنع نفسي انت شخصيه تانية. فلما بتكدبوا على دماغكم، دماغنا يا جماعه اصلا غبيه بتصدق اي حاجه بنقولها لها، فشويه شويه بدات اقتنع ان انا شخص لا مرضاش اكل حاجه تضر جسمي، لازم اكل اكل صحي ومفيد، لحد ما اقتنعت. ضحكت على دماغي. وعلى فكره الموضوع ده ينفع في اي حاجه، مش بس في الدايت، تقدروا تضحكوا على دماغكم في اي حاجه وهي هبله وهتصدق. اهم حاجه، انا كل حاجه بقولها اهم حاجه، بس والله العظيم كل الحاجات دي لو جمعتهم مع بعض هي دي السر. جماعه 18 كيلو مش قليلين، فعشان كده في حاجات كتير قوي عايزه اقولها لكم وعايزه اجمع لكم كل حاجه، مش عايزه انسى ولا حاجه. رابع حاجه مهمه، ما قطعتش كربوهيدرات. ايه الكربوهيدرات؟ الرز، العيش، المكرونه ما قطعتهاش، الدقيق ما قطعتوش، مش هقطع الحاجات دي. انا الحاجات دي بتديني طاقه. هكرر وهقول تاني بالعند في اي حد بيقول الناس تقطع كربوهيدرات، لو شخص مش عايز يقطع كربوهيدرات ما تقولوش اقطع كربوهيدرات ابدا. انا من غير الكربوهيدرات ببقى شخص عيان. اي حد هيطلع يقول لي انا قطعت الكربوهيدرات لمده 3 ايام وصحتي بقت احسن وخسيت كويس، بس هو ده حاجه ما تنفعش ليا. الكربوهيدرات اصلا هي ايه؟ مصدر للطاقه. من غير طاقه الانسان هيبقى ايه؟ مش هيعرف يقوم، مش هيعرف يعمل الشغل او المذاكره او ينزل او يعمل الحاجات اللي وراه، وهيفضل حاسس ان هو هزلان ومرهق وتعبان. مين عايز يعيش العيشه دي؟ وانتوا بتكلموني انه في ناس عايزه تنزل وزن كبير، انا نزلت 18 كيلو، فان انا انزل الوزن ده كله يعني لازم استمر
استمر على الدايت ده سنه مثلا. فازاي سنه ما اشتغلش، ما ذاكرش، ما اهتمش بعيلتي، ما اخرجش مع صحابي، ما اعملش اي حاجه لان انا تعبانه اصلا قاعده في السرير؟ فما قطعتهاش. انا ما انصحش ان انتوا تقطعوها، لانه كده كده لما تخسوا الوزن اللي انتوا كنتوا عايزين تخسوه وتبداوا تدخلوها تاني هتتخنوا تاني. فليه من الاول تعملوا كده ليه؟ اللي انا عملته بس ان انا قللت كميتها وبدات اوزنها. يعني مثلا الصبح بدل ما كنت بفطر رغيف بقيت بفطر نص رغيف، اديني دخلت كربوهيدرات، وفي نفس الوقت بقيت عندي طاقه اعمل كل حاجه طول اليوم وسعيده ومبسوطه. من غير الكربوهيدرات حرفيا بتحول لوحش وبتعصب جدا. فليه اقطعها؟ بقيت بوزن الرز، بوزن المكرونه، واخد حاجه ضمن سعراتي، بس مش هقطع كربوهيدرات. برضو تنبيه، اي حد حابب يقطع كربوهيدرات براحتك، ده جسمك وانت اللي تقرر. انا بتكلم برضو كل ده عن تجربتي، انا ما حبيتش ان انا اقطع مصدر الطاقه بتاعي وقررت اكل كل الاكلات اللي ربنا خلقها. هقول لكم دلوقتي بقى على شويه اسرار انا كنت بعملها وانا اكتشفتها والله بالصدفه. يعني انا بقالي بخس سنه ونص، عشان كده هتلاقوني عندي خبرات كتير قوي في الخسسان وحاجات اكتشفتها وانا بخس يعني ما كنتش عارفاها في الاول. اول حاجه الميه بالليمون. بصوا مفيش مشروبات سحريه، ما تخليش اي حد يقول لك لو شربت المشروب ده هتخس، لو شربت البرشام ده هتخس. ارجوكوا لا، ارجوكوا لا. بس الميه بالليمون كانت بتساعدني قوي ان هي بتظبط شهيتي، بس بحاول ما اخدهاش اول لما اصحى من النوم عشان ما تاذيش معدتي. لما كنت باخدها مثلا بعد الوجبه بجد كانت بتقلل قوي من الشهيه بتاعتي، وبحس ان انا داخله على الوجبه اللي بعدها وانا مش جعانه قوي. تاني حاجه وبجد سحر، النوم بدري. النوم بدري. انتوا عارفين احنا بنخس امتى؟ يعني فكروا معايا، صحيتوا الصبح كلتوا اكل صحي جدا كميته كويسه جدا وعملتوا رياضه ونزلتوا اتمشيتوا وكل حاجه، اوزنوا مش هتلاقوا اي حاجه قلت، واحتمال كبير مش احتمال كبير هو اكيد هتلاقوا وزنكم زاد عشان انتوا كلتوا خلال اليوم وشربتوا كده. ناموا اصحوا هتلاقوا الوزن قل. ازاي؟ عشان احنا بنخس واحنا نايمين. جزء كبير من الوزن اللي احنا بننزله واحنا نايمين. فلو ما نمتوش يبقى انتوا بتعملوا ايه؟ النوم بقى بدري بيخليكم تصحوا بدري، وده لوحده كان بيقلل لي كميه الاكل اللي انا باكلها. يعني لو قارنت يوم بصحى فيه بدري بيوم بصحى فيه متاخر ممكن اكل زياده 500 كالوري، بس عشان بالليل ببقى جعانه قوي. بجد بالليل الانسان بيجوع، كلنا بنجوع. فلما بتناموا بدري وتصحوا بدري ده لوحده بيقلل لكم كم كبير قوي من السعرات اللي انتوا بتاكلوها، وده انا لاحظته في حياتي. ثالث حاجه هي حاجه سهله قوي اي حد يقدر يعملها، المشي سحر. ايوه انا قد كلامي اقدر اقول ان هو سحر براحتي، لان انا وانا في اتخن حاجه عندي، مش معنى ان انا كنت تخينه ان انا ما بتحركش، كنت بتحرك كتير قوي في ايام معينه. كنت بنزل المول بلفلف على هدوم، طبعا التدوير على هدوم صعب قوي وانتوا وزنكم اكبر، بس المهم في ايام كتير مشيت فيهم مثلا 15000 خطوه، مشيت كتير قوي. تاني يوم انا اوكي انا وزني زايد، بلاقي بطني خست. ازاي؟ والله العظيم مره طلعت ليحيى قلت له يحيى المشي ده سحر، وانا كنت وزني زايد جدا بس المشي حسسني ان انا خفيفه ومعدتي مش عارفه. حتى لو وزنكم زايد عادي بتحسوا ان معدتكم كده قلت قوي. فبجد لو اقدر انصحكم بحاجه سهله تقدروا تعملوها في الشارع، فلو اتمشيتوا في الشارع نفسيتكم كمان هتتحسن. تقدروا تعملوها مع اصحابكم مع اخواتكم، مش متعبه. لو مثلا ركبكم بتوجعكم، ظهركم بيوجعكم لما بتعملوا رياضه، فده مش هيخليكم تعملوا رياضه. فانتوا عايزين برده جنب الدايت حاجه تساعد، المشي. مش هقول لكم رقم معين مثلا 10000 خطوه في اليوم، 15000 خطوه في اليوم او الارقام دي، مش هقول كده خالص. هقول الوقت اللي متاح عندكم. انتوا متاح عندكم نص ساعه امشوا نص ساعه، 10 دقائق امشوا 10 دقائق، اي حاجه حرفيا. طول ما انتوا حاطين لنفسكم هدف معين كبير مش هتمشوا عليه، لانه مش طبيعي حد كل يوم يمشي ساعتين. مين عنده في وقته ساعتين؟ بس لو انتوا قلتوا اوكي انا لازم كل يوم امشي ساعتين وانا ما عنديش وقت فمش همشي خالص، كده احنا بنعمل ايه؟ التقدم اللي احنا عملناه صفر. فنعمل تقدم 20% 50% احسن من صفر. ده الاسلوب اللي انا ماشيه فيه في حياتي عامه. اي حاجه اقدر اعمل فيها تقدم ولو بسيط بعمله، ومش بقول يا اما اعمل الحاجه الكبيره يا اما ما اعملش. دي طريقه تفكير بجد بترجع لورا. حاجه كمان، بصوا يا جماعه ممكن اكون برغي قوي في الفيديو ده، بس والله العظيم عايزه اقول لكم كل حاجه عارفاها، كل حاجه اتعلمتها، حصيله خبرات السنه ونص كلهم، عشان كان نفسي حد يقول لي الكلام ده. فانا متحمسه بس ان انا اقوله لكم، ونفسي اي حد ياخد تجربتي اللي هي كانت صعبه وانا بتعلمها عشان ما كنتش فاهم اي حاجه، بس ياخد الحاجات اللي انا بقولها ويطبقها، وان شاء الله حياته تبقى احسن. فالسر الجاي هيكون ان انا دورت على مشروبات اكون بحبها. عارفه في ناس كتير بتقول ما تشربوش سعراتكم، يعني ما تشربوش مشروب فيه 200 سعره، لا كل حاجه فيها 200 سعره وده هيشبع اكتر. صح وانا معاهم فعلا، بس انا مش بقول المشروبات اللي هي فيها سعرات عاليه، بتكلم على المشروبات اللي فيها سعرات قليله او ما فيهاش سعرات خالص. مثلا انا بحب الشاي قوي وبحبه بسكر، اعمل ايه؟ جربيه بسكر دايت. جربته بسكر دايت ما بحبوش بسكر دايت، ما حبيتوش عادي. فقررت اعمل ايه؟ حطيت فيه معلقه سكر. معلقه سكر قد ايه؟ 30 كالوري. بس ان انا باخد الشاي ده
ده كان غير ان هو بيبسطني الصراحه عشان بحب الشاي، بيبقى زي حاجه بين الوجبات كده، بيحسسني ان انا مش قاعده وقت طويل قوي من غير اكل، لا انا بشرب حاجه، ممكن وانا بشتغل بكتب حاجه جديده اقوم شاربه الشاي، فده كان بيساعدني قوي. تاني حاجه، ما كنتش قوي بحب القهوه، بقيت بحبها وبدات اشرب لاتيه مثلا، دي كوبايه لبن او بحاول اشرب نص كوبايه لبن بيكون فيها 75 سعره مثلا، وبحط عليها القهوه ما فيهاش سعرات، لو عايزه احط سكر بحط، لو مش عايزه ممكن ساعات اللبن بيبقى مسكر كفايه ما بحطش، وادي مشروب تحفه، اشربه وانا بشتغل، اشربه وانا بذاكر، اشربه وانا بعمل اي حاجه، ويحسسني ان انا مش محرومه. غير كده بقى تقدروا تشربوا نعناع، ينسون، جنزبيل، لو بتحبوه بس ما بحبوش، كل المشروبات اللي ما فيهاش سعرات حراريه تقدروا تشربوها. العصاير مش احسن حاجه ان احنا نشربها، مش عشان حاجه، بس عشان فيها سعرات كتير قوي وسكر كتير قوي، وانتوا محتاجين السعرات دي، محتاجينها في ايه؟ محتاجينها عشان تاكلوا، عشان بقول لكم دايما ان انتوا لازم تشبعوا، فعشان كده بنحاول نوفر اي سعرات عشان ناكل بيها. فالصراحه انا كنت بعمل كده، كنت باخد كل سعراتي واكل بيهم بجد والله العظيم، اصل انا من الاشخاص اللي بجوع، فهبقى فاهماكوا قوي. حاجه كمان علمتها لنفسي، وخلال التجربه دي يا جماعه هتتعلموا حاجات كتير قوي، هتلاحظوا شخصيتكم اتغيرت في حاجات كتير قوي، وحرفيا خساره الوزن بتربي. عارفين والله العظيم الحاجات اللي انا ما تربيتهاش طول حياتي خساره الوزن ربتها لي. زمان كانت ماما لما تعمل اكل النهارده ومثلا يبقى اكل وتيجي تعمله تاني يوم اقول لها لا يا ماما هناكل اكل يومين ورا بعض، لا دلوقتي اتربيت حرفيا عادي اكرر نفس الاكل كل يوم. انا دي حاجه ما بحبهاش ومش متعوده عليها في بيتنا وبكرهها، بس بقيت بعملها، بقيت بحاول اكل اكلات بحبها، بس اهم حاجه الاكله دي تكون بحبها واكررها خلال الاسبوع عشان احاول ان انا ما افكرش كتير. التفكير الكتير في الاكل ساعات بيحسسكم اللي هو هو انا عشان اخس كل يوم لازم افكر في الاكل، كل يوم لازم احسب سعراتي، كل يوم لازم افكر اكل ايه وما اكلش ايه، طب ما كل الناس بتاكل براحتها. فالحاجه دي الصراحه كانت مضايقاني شويه، فحاولت ان انا اغير الموضوع، مثلا في اكله معينه انا بعشقها بجد بعشقها وعارفه سعراتها، فاكررها خلال الاسبوع، مثلا ينفع اكلها مرتين في الاسبوع، فبطلت اللي هو حوار اللي هو انا مش هاكل نفس الاكله كل يوم، يعني الحوار ده بطلته شويه. حاجه كمان وانا عارفه انها بديهيه بس انا ما كنتش عارفاها، ويمكن ناس كتير من اللي بتحاول تخس تكون مش عارفاها، وهي ان انا فهمت نفسي وجبت اسراء وقعدتها قدامي وفهمتها الاكل مش هيخلص، الاكل في العالم مش هيخلص، الحمد لله احنا ربنا انعم علينا ورزقنا انه الحمد لله في اكل حوالينا، في اكل الحمد لله في الثلاجه، الحمد لله يا رب على نعمتك، في اكل في السوق، في اكل في السوبر ماركت، الاكل مش هيخلص. انا كنت بحس كده، انا بتكلم عن تجربتي انا كان عندي زياده في الوزن، كنت بحس الاكل هيخلص، لو انا ما اكلتش الاكله اللذيذه التحفه اللي طعمها حلو قوي دي هتخلص خلاص، هياخدوها مني وهيحرموني منها ومش هاكلها طول حياتي، فانا هخلصها دلوقتي واكل منها 90 واحده. اقنعت نفسي بعد كده انا ممكن اخس واوصل للوزن اللي انا عايزاه، وبعد كده ادخل الاكل ده في حياتي او ادخله دلوقتي في النظام بتاعي بكميه قليله، مش هيخلص عشان هو موجود. تخيلوا انا ما كنتش فاهمه المعلومه دي، يعني دماغي انا عارفه الاكل مش هيخلص، بس دماغي عماله تقنعني كلي دلوقتي الاكل هيخلص، كلي دلوقتي بكره هتتحرمي، بكره اسراء هتعمل دايت وتمنعك تاكلي الاكل ده. فلما ادركت انه الاكل موجود وطول عمره كان موجود الحمد لله يا رب دايما، هديت، بقيت مش لازم اخلص الاكله خلاص، يعني انا شبعت مش لازم اخلص طبقي اخده البيت لاخويا يحيى ياكله عادي. نظام اللي احنا اتعلمناه واحنا صغيرين، حوار ان احنا المفروض نخلص طبقنا، ده النظام مش صح قوي، لا مش لازم نخلص طبقنا، اللي لازم نعمله ان احنا نشبع، ولو طبقنا ما كفاناش نقوم نحط تاني، بس لو طبقنا نصه كفانا نوقف ببساطه. حاجه كمان فرقت معايا ان انا لما كنت بخرج مع صحابي او بخرج مع يحيى او مع اهلي كنت باكل بره. مفاجاه، دايما كنت باكل بره، عمري ما قلت لا هم هياكلوا بره وانا هقعد اكل الاكل الحزين الكئيب بتاعي، نو كنتش بعمل مع نفسي كده ابدا، ولا هعاقب نفسي ولا احرمها، لانه جربوا تحرموا نفسكم وشوفوا ازاي نفسكم هتعاقبكم بأسوأ طريقه ممكنه. امنعوها تاكل بسكوته هترجع تاكل 20 بسكوته، امنعوها تروح تتغدى مع صحابها بالليل هتجوعكم وتخليكم تطلبوا 3 بيتزا وتخلصوها كلها لوحدكم، بدل ما كنتوا هتاكلوا وجبه طبيعيه جدا وانتوا قاعدين تتسلوا مع صحابكم. فلا، وانتوا خارجين مع صحابكم شوفوا هم هياكلوا ايه وكلوا من نفس المطعم، يا اما الوجبه تكون صحيه يا اما لو مش صحيه تاكلوا منها كميه اقل، واستمتعوا ما تفكروش كتير. رحله خساره الوزن مش قصيره، طويله، واي حد يقنعكم يلا 10 كيلو في شهر، يلا 30 كيلو في شهرين، ما تسمعولوش، مش عارفه اقول لكم ايه اكتر من كده، ما تسمعوش. واخر حاجه ويعتبر سر كبير ولو عملتوه هيساعدكم قوي في رحلتكم، وهي ان انا ما قارنتش نفسي بحد. يعني لو في حد جسمه حلو لا اتابعه اشوف بيعمل ايه، بس ما قارنش جسمي بجسمه، جسمه حلو ربنا يبارك له فيه، انا كمان جسمي حلو وانا كمان هوصل للاحسن وربنا يوفق كل الناس. انما تفضلي تبصي لجسمك مش عاجبني، جسم صاحبتك الله جسمها احسن مني، والله صعب قوي توصلي لحاجه وانتي بتقارني. هتكوني بتكرهي جسمك ومش بتحبيه، فهتاكليه اكل صحي ازاي؟ هتفيديه ازاي؟ هتقفي جنبه ازاي؟ مش هتحرميه ازاي؟ اول لما تقارني نفسك بحد هتبداي تحرمي جسمك وتضايقيه وتعصبيه، وهو هيرد عليكي ومش هيسيبك في حالك. فما تقارنيش جسمك بجسم حد، ولا رحلتك برحله حد، ولا تجربتك بتجربه حد،
ولا حتى بتجربتي. اسمعي النصايح وطبقي بس اللي انت محتاجاهم، طبقي بس النصايح اللي هتفيدك انت بطريقتك انت بالاكل اللي بتحبيه انت على جسمك وطولك انت، وصدقيني الرحله دي هتفيدك، مش بس هتخسي وتلاقي لبس كتير وتبقي اخف، لا كمان صحتك هتبقى احسن، هتعاملي جسمك بطريقه احسن، واهم حاجه واللي هتفضل معاكي طول العمر ان انت هتحسني علاقتك بالاكل. وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما خسيت حاولت اقنع ماما كتير قوي ان هي كمان تلتزم باكل صحي ونظام حياه صحي وتخس. في الاول كانت مش راضيه ومش قابله، بس عمري ما ضغطت عليها. انا كنت كل اللي عايزاه ان هي تاكل اكل صحي بس عشان تبقى احسن، عشان خايفه على مامتي. في يوم من الايام بعد ما شافتني بخس وباكل، اللي هو كل ما تكلمني بتاكلي ايه اقول لها باكل اكله حلوه، فاتصدمت. انت بتاكلي كل ده وبتخسي كل ده؟ قلت لها اه، انا قلت لك انا بعمل ايه. والله يا جماعه بقى لها بتخس شهر ونص، نزلت تقريبا من 72 كيلو ل 65 كيلو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بتاكل كل اللي نفسها فيه، مبسوطه، مش متضايقه، مش متعصبه، عشان كل اللي بيعملوا دايت غالبا بنبقى متعصبين قوي. وكمان بتقولي ان هي لما توصل للوزن اللي هي عايزاه هي عايزه تكمل في طبيعه الاكل دي، هي مش عايزه ترجع اصلا لطبيعه الاكل اللي كانت بتاكله، لانه طبيعه الاكل اللي كانت بتاكله كان بيأذي جسمها، هو مش فكره خسسان وتخن. انا طبعا في فيديو النهارده كنت عايزه اشارككم تجربتي، بس اللي يفرق معايا لو في حد واحد بس سمع الفيديو طبق الحاجات اللي فيه او استفاد او نفسيته بقت احسن او هيعامل جسمه بكره بلطف اكبر، هيبطل يقارن نفسه بحد، او بنت بتحرم نفسها بالاكل هتقرر بكره ان هي تاكل وتفيد صحتها وجسمها بدل ما تحرم جسمها من الاكل. هو ده بس اللي انا محتاجاه، هو ده بس اللي انا نفسي فيه. فاكتبوا لي في الكومنتس ايه هي تجربتكم مع خساره الوزن، لو عايزين تخسوا عايزين تخسوا ليه، ايه تجربتكم، اي كلام اتقال لكم ضايقكم، شاركوا مع بعض يا جماعه تجاربكم، عشان كلنا بجد لو ادينا لبعض تجاربنا وخبراتنا هنقطع شوط طويل قوي في رحله الخسسان. اديني قلت لكم على كل حاجه، لو عايزين تسالوني اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس، انا هحب قوي ان انا ارد على كل اسئلتكم. وكفايه بقى صور اسراء نبيل قبل ما تنحف وصور اسراء نبيل قبل ما تخس، قولوا لي وانا ابعتها لكم عادي. يعني انا فخوره بنفسي وانا 47 كيلو، وهبقى فخوره بنفسي لو وصلت ل 100 كيلو، ووزني مش هيحدد قيمتي كإنسانة أبدا.